الجزائري. طبعا المعروف لا يعرف، ما يحتاج من البطاط، حمص، جزر، كوسة، وأيضا المكون الأساسي واللي هو الكسكس. نقول بسم الله ونبدي نجرب. الشكل بروحه يعني قوي، بس إن شاء الله الطعم يكون فعلا نفس الشكل. خلينا ناخذ أول شيء لحمة، نوخر البطاط ونجرب اللحم أول شيء مع الكسكس. بسم الله. يا جماعة طعم غريب. خلينا ناخذ لقمة ثانية من الكسكس، أبي أحاول أصيد شنو طعمه. لحد الحين قاعد أحاول أصيد يشبه شنو، ماني قادر أصيد شنو اللي يشبهه. يعني لاحظوا هذا هو الكسكس حسب اللي قالوا لي عنه، إن هذا هو الكسكس. يعطيني الشيء المالح ويجي شوي حالي. أعتقد سبب الشيء هذا هو اللي قاعد يعطي الحلاوة، بس قاعد يعطي طعم وايد حلو. يعني اثنين لما يمتزجون مع بعض قاعد يصير شيء وايد قوي. ايه هذا هو اللي قاعد يعطي الحلاوة. يا اخي ودي اجرب شوي مع الفلفل، بس الله يستر. خلينا ناخذ شوية مع شوي جزر ونحط شوية لحم، شوي عن الخاطر. بسم الله. يعني هذه المفروض تعطيني تقريبا لقمة كاملة عن اهم الاشياء والمكونات الموجودة في الكسكس الجزائري. بسم الله. حلو ومع الفلفل يعني قاعد يعطي اشياء طيبة. عاد الحين نبي نسوي جريمة، عاد اعذروني. خلينا نوخر شوي اللحم. ايوه نحط شوي من مرقة الكسكس بعد. عدل. البطاط ما جربنا، لازم نجربه، لازم نجرب اغلب الاشياء اللي موجودة. شوف هذه اللقمة، هل راح يكون احسن ولا المرقة هذه راح تخرب الطعم؟ هذا اللي راح نعرفه الحين. بسم الله. البكلة الكسكس، لأن أغلبكم عارف أن الكسكس من الأكلات الحلوة، لكن أنا شخصيا هذه أول مرة أجربها، وبصراحة تستاهل التجربة.